السلام عليكم. في فيديو النهارده هنعمل خروفين بصلصال الفوم، كل واحد فيهم بطريقه مختلفه بخطوات بسيطه وادوات سهله هتقدري تنفذيهم مهما كانت خبرتك. بس قبل ما نبدا حابه اخد رايكم في حاجه عشان الفيديوهات اللي جايه. تحبوا اكمل تشكيل الصلصال بايدي وبالادوات اللي بتيجي مع الصلصال، ولا نبدا نستخدم ادوات تسهل التشكيل زي الادوات اللي هتظهر قدامنا دلوقتي؟ اكتبوا لي رايكم في التعليقات. هنبدا باول خروف معانا. هنجيب صلصال فوم ابيض، وباكبر معلقه من المعالق المعياريه هناخد منه وهنعملها على شكل كوره. ولو مش متوفر عندنا لون ابيض كتير ممكن نستخدم اي لون تاني، لان الكوره دي في الاخر مش هتبان. وبأصغر معلقة معانا هنعمل كور صغيرة من الصلصال الأبيض. ودلوقتي هنلزق الكور اللي عملناها حوالين الكورة الكبيرة، ولو الصلصال نشف ممكن نستخدم غيرة عشان نضمن ان هما اتلزقوا كويس. وبعد ما ثبتنا الكور هنضغط عليهم بالراحة بإيدينا بالشكل ده. دلوقتي هنعمل وش الخروف. بمقاس المعلقة الصغيرة هناخد صلصال اسود وهنعمله على شكل بيضاوي. وهنلزق الوش على الجسم بالشكل ده. ودلوقتي هنعمل العينين. هنجيب كورتين صغيرين من الصلصال الأبيض وهنضغط عليهم بالراحة ونلزقهم على الوش. ودلوقتي هنعمل كورتين صغيرين خالص من الصلصال الأسود وهنضغط عليهم ونلزقهم جوه العين. وعشان نتأكد ان الودان تطلع قد بعض هناخد قطعة من الصلصال الأسود ونعملها على شكل اسطوانة ونقسمها بالسكينة من النص، وهنعمل الودن على شكل بيضاوي رفيع شوية من فوق. وهنثبت الودان على الوش. ودلوقتي هنعمل الصوف اللي فوق الوش. هنعمل 3 كور ونلزقهم في بعض، وهنلزق فوقهم كورتين حجمهم أصغر، وهنثبتهم على وش الخروف. وهنعمل كمان 4 كور وهنلزقهم قدامهم بالشكل ده. وبأي قلم جاف عندنا هنعمل فتحتين في الوش. ودلوقتي هنعمل القاعدة. هنجيب صلصال بني ونضيف عليه جزء صغير من الصلصال الأسود، هنعجنهم مع بعض كويس جدا وهنقسمها تقريبا للنص وهنفردها على شكل دايرة. وهنا حطيت على الجزء التاني قطعة صغيرة من الصلصال الأسود وعجنتهم كويس وعملتهم دايرة أصغر من الأولانية. وهنثبت الدايرة الصغيرة فوق الدايرة الكبيرة. بالصلصال الأخضر هنعمل دايرة رفيعة ونلزقها فوق القاعدة. ودلوقتي هناخد كذا واحدة من خلة الأسنان وهنعمل بيهم ثقوب بالشكل اللي قدامنا ده. هنلزق الخروف على القاعدة. وهناخد كورة من الصلصال الأخضر وهنعملها على شكل ورقة شجر رفيعة وهنعمل عليها خط بالسكينة، وهنعمل ورقتين كمان بمقاسات مختلفة ونلزقهم مع بعض. ودلوقتي هنلزقها على القاعدة. هنكرر الخطوة دي ونعمل كذا واحدة منهم بأحجام مختلفة ونوزعهم على القاعدة حوالين الخروف. آخر خطوة معانا هنجيب كور حمرا صغيرة ونعمل فيهم خطين بالسكينة ونوزعهم على القاعدة. وبكده نكون خلصنا أول خروف معانا. خطواته كتير بس سهل جدا وممتع وأي حد هيقدر ينفذه إن شاء الله. ودلوقتي هنبدأ على طول في الخروف التاني. هنحتاج غطا برطمان حفته تكون عريضة شوية وهنغلفه من بره بصلصال بنج.
وهنضيف دايرة بينك في نص الغطا من فوق علشان يكون عالي شوية، وهندمجها بإيدينا بالشكل ده. وهنجيب قطعة صغيرة من صلصال البينك وهنرفعها بإيدينا ونلفها حوالين بعضها على شكل حلزوني. وهنعمل منها أحجام مختلفة، وهنلزقهم على الغطا جنب بعض. وزي ما اتفقنا لو الصلصال كان نشف هنستخدم غيرة علشان نضمن ان هما اتلزقوا كويس. ومن عند حافة الغطا من تحت بننزل بالأشكال الحلزونية اللي احنا عملناها لتحت شوية. وعشان ندعم الجزء اللي تحت ده وما يفكش بنجيب قطعة من صلصال البينك ونلزقها ورا بالشكل ده. ودلوقتي هنعمل وش الخروف، وبمقاس أكبر معلقة عندنا هناخد صلصال أبيض ونعمله على شكل بيضاوي ونلزقه على الجسم. وهنحدد مكان العين بالأداة المدورة دي، وهنحط كورتين صغيرين بالصلصال الأسود مكان العين. هنعمل الودان بالصلصال الأبيض، هنعمل كرة وهنشكلها على شكل مثلث وهنلفها من الجنب العريض بالشكل ده. هنعمل الودن التانية بنفس الطريقة ونلزقهم على الوش. ودلوقتي هنعمل الصوف اللي فوق الوش، هنعمل 4 كور بينك ونلزقهم في بعض. هنلزق الكور اللي عملناها فوق راس الخروف، ووراهم هنحط 3 كور بالشكل ده، وفوقهم هنلزق 3 كور حجمهم أصغر. وبقلم اسود حبر هنرسم المناخير والبق بالشكل ده. بلون ابيض او كوريكتور بنعمل نقطه بيضه جوه العين، وبفرشه نحط اي لون بينك عندنا على الخدود. انا هنا استخدمت اي شادو، وهنا عملت 3 خطوط كده بقلم بينك. وبالفرشه حطيت لون بينك جوه الودان بالشكل ده. وهنا حبيت اوريكم انا عملت خروف تاني، بس بدل الكور اللي فوق الراس عملت نفس شكل الحلزوني بتاع الجسم. لزقت 3 من الشكل الحلزوني فوق راس الخروف، وحطيت وراهم قطعه من الصلصال، ولزقت فوقها 2 كمان من الشكل الحلزوني علشان يكونوا مرتفعين شويه. ودلوقتي هنعمل الرجلين، وهنستخدم خلة اسنان او عصايه شيش طاووق هنقصها بالطول المناسب لجسم الخروف. وبمقاس المعلقه الصغيره هناخد صلصال بينك، هنلف الصلصال حوالين العصايه على شكل مخروط وهنسيب الطرف فاضي. وبمقاس اصغر معلقه معانا هناخد صلصال ابيض وهنشكله على شكل اسطوانه قصيره، وهندخل الاسطوانه البيضه في الجزء اللي كنا سايبينه فاضي، وهنعمل فيها خط بالسكينه بالشكل ده. وهنعمل باقي الرجلين بنفس الطريقه. واخر خطوه معانا هنثبت الرجلين تحت الجسم. كده تاني خروف معانا يكون خلص. يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. اكتبولي في الكومنتات اي خروف حبيتوه اكتر، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه علشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في الفيديو الجاي قريب باذن الله.